يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم عن مهارة ممكن تكون بتخوف ناس كتير، لكنها من أهم المهارات اللي هتفرق في مسارك المهني كله: التفاوض على الراتب. إزاي تحصل على الأجر اللي تستحقه؟ كتير مننا لما بيوصل لمرحلة التفاوض على الراتب بيحس بالتوتر والخوف من إنه يطلب مبلغ أكبر عشان ما يخسرش فرصة الشغل. في النهاية بيقبل بأي عرض وبيكون بيظلم نفسه وبيفقد جزء كبير من قيمته. الحقيقة إن التفاوض على الراتب مش معناه إنك طماع أو غير مهني، لأ، ده معناه إنك شخص محترف وعارف قيمة مهاراته وقدراته في سوق العمل. القبول بأول عرض ممكن يكلفك كتير جدا على المدى الطويل، لأن الزيادات المستقبلية غالبا بتكون نسبة من راتبك الحالي. لو مديت إيدك عشان تاخد اللي تستحقه من الأول، هتفرق معاك فرق كبير على مدار سنين شغلك، وهتكون رسالة واضحة إنك شخص يقدر قيمته. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية التفاوض، لكن كمان هنفهمك المبادئ اللي بيقوم عليها من الناحية النفسية، وهنشاركك خطوات عملية ومفصلة جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تدخل أي تفاوض وانت مستعد، واثق من نفسك، وقادر تحصل على الأجر والمزايا اللي تعكس قيمتك الحقيقية، وتصنع بداية قوية لعلاقة عمل مبنية على الاحترام المتبادل. يلا بينا نكتشف فن التفاوض على الراتب. ليه لازم تتفاوض على راتبك؟ القوة الحقيقية للتفاوض أثر تراكمي لا يستهان به. حتى لو زيادة بسيطة زي 5% أو 10%، الأثر التراكمي للزيادة دي على مدار مسيرتك المهنية هيكون ضخم جدا. بناء الثقة والاحترام. التفاوض بيظهر إنك واثق في نفسك وقدراتك، وإنك بتتعامل بمهنية مع الأمور المادية. ده بيخلي المدير يحترمك من البداية. سد الفجوة. التفاوض هو الأداة الأهم لسد الفجوة في الأجور، خصوصاً بين الرجال والنساء، وضمان حصول كل شخص على الأجر العادل. الحصول على حزمة مزايا كاملة. التفاوض مش بس على الفلوس، ممكن يكون على عدد أيام الأجازة، ساعات العمل المرنة، بدل المواصلات، أو فرص التدريب والتطوير اللي هتفيدك على المدى البعيد. خطوات عملية للتفاوض على راتبك بنجاح. الخطوة الأولى: اعمل واجبك، البحث المكثف. قبل أي مقابلة، ابحث عن متوسط رواتب الوظيفة دي في نفس السوق ونفس المجال وبنفس عدد سنوات الخبرة بتاعتك. مواقع زي جلاس دور ولينكد إن مفيدة جدا. لازم تعرف نطاق سعر السوق عشان تعرف أنت بتستحق إيه. ده مش بيخليك تدي رقم اعتباطي، بل بيخليك تتكلم بناء على بيانات. الخطوة التانية: جهز أسبابك، اكتب قائمة بقيمتك. أنت مش بتطلب فلوس زيادة، أنت بتوضح ليه أنت تستحقها. جهز قائمة بالإنجازات اللي عملتها في وظيفتك السابقة. مثال: بدل ما تقول أنا كنت مسؤول عن المبيعات، قول أنا زودت المبيعات بنسبة 15% في 6 شهور، أو أنا قللت تكلفة التشغيل بنسبة 10%. الأرقام والنتائج الملموسة هي لغتك في التفاوض. الخطوة الثالثة: اختار التوقيت الصح. Timing is key. ما تفتحش موضوع الراتب في أول مقابلة، ركز على إنك تبين إنك الشخص المناسب للوظيفة. أفضل وقت للتفاوض هو بعد ما يعبروا عن رغبتهم الواضحة في تعيينك. ساعتها بيكونوا استثمروا فيك وقت ومجهود كبير، وده بيخليك في موقف أقوى. الخطوة الرابعة: خليهم يتكلموا الأول. Let them make the first offer. دي قاعدة ذهبية في التفاوض. أول رقم بيتقال بيعتبر مرجع، anchor. لو سألوك عن راتبك المتوقع، ارفض تدي رقم محدد وقول بثقة: بناء على خبرتي، أنا متأكد إن شركتكم عندها هيكل رواتب عادل للمهارات المطلوبة في الدور ده. أنا منفتح للمناقشة. أو ما هو النطاق المخصص لهذه الوظيفة؟ الخطوة الخامسة: قدم عرضك المضاد، The Counter Offer. لو عرضوا عليك رقم، اشكرهم وقول شكراً على العرض، لكن بناء على خبرتي وقيمة الوظيفة في السوق، أنا بتوقع راتب في نطاق ما بين رقم أعلى ورقم أعلى منه. استخدام النطاق range بيظهر مرونة وفي نفس الوقت بيوصل اللي انت عايزه. لو العرض كان أقل بكتير من اللي في بالك، ممكن تسأل: هل يوجد أي مرونة في هذا الرقم؟ الخطوة السادسة: فكر في الحزمة كاملة، The Full Package. لو الراتب مش مرن، فكر في المزايا التانية اللي ممكن تتفاوض عليها: فرص التدريب والتطوير، ساعات العمل المرنة، إمكانية العمل عن بعد، أو أيام أجازة إضافية.
كل ده بيضيف لقيمة العرض وممكن يخليه أفضل من عرض آخر براتب أعلى. الخلاصة، أنت تستحق الأفضل، لكن لازم تكون مستعد وتطلبه. التفاوض على الراتب هو مهارة أساسية للمهني الناجح. لازم تكون مستعد، عارف قيمتك وواثق في قدراتك. تذكر، أنت مش بتطلب معروف، أنت بتتفاوض على قيمة عملك. ابدأ بتدريب نفسك على التفاوض في مواقف صغيرة عشان تبني ثقتك. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركنا في التعليقات إيه أصعب جزء في التفاوض على الراتب بالنسبة لك، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.